السلام عليكم البنات، واش اخباركم؟ نتمنى تكونوا في اطيب الاحوال ان شاء الله وفي تمام الصحه والعافيه وعواشر مباركه وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو. فاليوم غادي نقدم معكم واحد الحليوه اللي تجي رائعه وزوينه وبدون فرن، وفقط بثلاثه ديال المكونات كنخدموها باللوز اولا بالكاوكاو، فلنا الاختيار. فهانتوما البنات غادي سبق ليا وشاركتها معكم بالكاوكاو، غادي نحضرها اليوم معكم باللوز. عندي هنايا 500 غرام ديال اللوز اللي تنحمرو في الفران على هذا الشكل هذا حتى من نقسم الحبه تلقاها محمره. عندي كذلك 250 غرام ديال البسكوي اللي على حسب الاختيار ديالكم اللي تعجبكم. عندي كذلك 500 غرام ديال الشوكولا البيضاء زائد 500 غرام ديال الشوكولا السوداء. هنايا طحنت الخليط ديال اللوز مع البسكوي وقسمتهم على نصفين. غادي نضيف النصف الاول على ديك 500 غرام ديال الشوكولاته البيضاء اللي سبق ليا وذوبتها في حمام مائي. هانتم البنات تندمج المكونات ديالي جيدا. ضروري ما تكون عندنا الكميه، يعني دائما المجموع ما بين البسكوي واللوز في كل 500 غرام ديال الشوكولا تيكون هو 400 غرام ديال الكميه. فهانتم البنات انا البسكوي درت 300 غرام، عفوا ماشي 250 غرام. وهنايا تناخد اي قالب كان عندكم ديال السيليكون، وضروري ما نوضع واحد اللوحه من التحت، واحد الخشبه اللي تنقطعوا عليها الربيع تنوضعوها من التحت باش من نجيو نهزوه ونحطوها في المجمد تنهزوها وما تديفورماش لينا. فهانتوما البنات كنوضع في كل جهه يعني كميه متساويه ديال الخليط ديالي على هذا الشكل هذا. هانتوما البنات هنايا كنحاول انني نفض هذاك السيليكون باش كيتقاد ليا الحليوه، كتقاد مزيان على هذا الشكل هذا. نفس الطريقه كناخذ شوكولاته الاسود شوكولاته السوداء وتهي تندوبها على حمام مائي وتنضيف ليها الكميه ديال 400 غرام ما بين اللوز والبسكوي. تنخلطها مزيان مزيان وتناخذ سيليكون اخر وتنحطو بنفس الطريقه فوق واحد اللوحه خشبيه اللي تنقدر نهز بها داك السيليكون بلا ما يديفورما ليا الشكل ديال الحليوه ديالي، وتندخلهم للمجمد. فالطريقه باش كنحيدوهم يعني كتكون سهله مهله، عارفين ان السيليكون يعني ما تيلصقش وتيتحيدوا لينا بكل سهوله. فهانتوما البنات انا غادي نستمر على هذه الطريقه حتى كنعمر كامل السيليكون. ودائما البنات كل ما كنعمروا السيليكون ديالنا كنفضوه مزيان باش تملا يعني جميع الفراغات، واش هكذا يعني ما تيبقاو ليناش واحد الفراغات من تنجيو نحيدوهم. هنا بعد ما حيدتهم كامل كملت كامل الكميه، خديت هنا نسلي كراميل وذوبته واحد شويه، اولا يمكن لينا نوضعوا البخاليني او اللوتوس يعني اللي كان متوفر عندنا في المنزل باش غادي نزينوهم، وغادي نوضعهم في دوك الحفر اللي كاينين على حسب اي سيليكون. فهانتوما البنات هنا غادي نساليهم كاملين. بالنسبه اللي خدمتهم بشكلاط الابيض فزينتهم غادي نوريهم ليكم، وبقاو لي غير هادو اللي بالشوكولاته السوداء غادي راني كنشارك معكم الزيان ديالهم. فغادي نوضع غير واحد النقيطات في هادو اللي مدورين باش غادي نلصق فيهم انصاف ديال الكركاع. وإلا بغينا نزينوهم بالشوكولاته البيضاء يعني تنديروها في واحد البوش وتنبقاو كنرشو نديرو عباره عن خطوط وتنديرو فوقهم العقيق كيجيو راقيين وزوينين. فانا هذه كانت طلبيه وكانت السيده هي اللي باغيه تزين داكشي علاش ما يعني صيفت داكشي اللي بغات هي. فبالنسبه للبنات اللي تيسولوا على الثمن ديال البيع ديال هذه الحلوه، فانا هذه خدمتها باللوز تنخرجها 130 درهم للكيلو غرام. فإلا كانت بالقوقاو فبطبيعة الحال غادي يكون الثمن ديالها ناقص. فهانتوما البنات زين كانت فقط غير بالكركاع وفقط غير بنسلي وبالنوا كاجو كذلك بالبندق، يعني كانوا غير بالفواكه المجففه.
فبالنسبة لداك الشكل ديال الوريضة فخليته غير هكداك حيت هو اصلا مزين راسو. فهانتوما البنات الشكل اللي الشوكولاته البيضاء هذا اللي من هنا زينته بشوكولا نوتيلا، وغادي نضيف عليه كذلك نيسلي كراميل باش غادي نلصق اللوز ايفيلي على الجوانب. هانتوما البنات فبقاو معايا حتى تشوفوا الشكل ديالهم النهائي، واخا راني وريته لكم يعني في الاول. فانا هذه كانت طلبيه كبيره وكل مره كنبغي نشارك معكم واحد الحاجه، واخا ما شاركتش معكم كامل الطلبيه، فقط اللي قديت انني نصورو فصورته لكم وبغيت نشاركه معكم هكذا يعني هانتوما البنات ودرت اللوز ايفيلي على الجوانب. فكنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاستحسان ديالكم وتكون هاد الطلبيه تكون عجباتكم. فهانتوما البنات وبالنسبه للبنات اللي بغاو يجربوها ويتواصلوا معايا على المواقع التواصل ديال الاجتماعيه ف ديروها جربوها وقولوا لي الاراء ديالكم والصور ديالكم، بعتوها لي على الصفحه ديالي على الفيسبوك او الانستغرام. وبصحه والراحه وحتى الفيديو مقبل ان شاء الله.